أهلا بيك في أغرب نسخة للكاس لما يخرج منها الأهلي ويتعثر فيها النصر وينجو منها بأعجوبة على أقدام نواف بوشل وبغلطة مدافع. يبقى أنت قاعد بتلعب في أغرب نسخة من نسخ كأس الملك يا صديقي، لما يكون الأهلي مع إيفان توني ومع فيرمينيو ومع فيجا ومع ديمرال ومع إيبينيز وقاعد بيتعثر أمام الجندل وقاعد يسقط سقوط مدوي ويفقد كامل صلاحياته قبل 30 دقيقة من بداية المباراة. يبقى أنت في أغرب نسخة للدوري لما يكون النصر بادئ مع تاليسكا ومع أوتافيو ومع ساديو ماني والنصر ما قدرش يجيب التعادل إلا بعد الدقيقة 92. يبقى أنت في أغرب نسخة لكأس الملك. بعد ما تصلي على النبي وتضغط لايك وتشترك بالقناة تعال نتكلم عن ما حدث في أغرب نسخة من كأس الملك. خلونا نبدأ بالمفاجأة الكبرى والسقوط المدوي والعنيف اللي كان للأهلي على يد الجند. المفاجأة من العيار الثقيل والثقيل جدا، الأهلي بكامل نجومه مع مدربه أحد أكبر أهم أندية دوري روشن مع دعم الصندوق الملياري قاعد يسقط امام فريق يسمى الجندل غير معلوم لكثير من الناس في المملكه، فما بالك خارج المملكه. يسقط فيرمينيو ويسقط فيجا ويسقط رياض محرز ورفاق، يسقطوا جميعا امام فريق من دوري يلو من دوري الدرجه الثانيه. المدرب ماتياس ياسيلي مدرب الاهلي اخطا اخطاء شنيعه في هذه المباراه، اخطاء لا يخطئها مدرب مبتدئ. حتى لو كنت انت بتلاعب الجندل، حتى لو كنت انت بتلاعب فريق صغير غير معلوم امكانياته ضعيفه لا يقارن بيك، ولكن مطلوب منك انك تلعب بمرجله في ارض الميدان، وهو ده العنوان الوحيد والعريض اللي وضعه الجندل في هذه المواجهه. هذه المباراه للمرجله والمرجله فقط واعطاء الدروس للجميع. اكيد الجندل ما راح يكمل في الادوار اللي اكثر من كده في ترتيب كأس الملك. الاهلي يخرج من دور 32 يا صديقي. هل انت متخيل؟ قلعة الكؤوس الراقي اكبر واكثر الانديه حصولا على كأس الملك يخرج من دور 32 وعلى يد الجندل خروج فاضح ومدوي بكامل نجومه بسبب خطأ المدرب وبسبب تمادي اللاعبين في أرض الملعب على تضييع بعض الفرص وعدم أخذ هذه المباراة بجدية. راحت المباراة مباشرة يا صديقي خارج أسوار الأهلي وخارج القلعة ليخرج الأهلي خروج مدوي. أخطاء حدثت يا صديقي كثيرة جدا بالجملة وبالتفصيل في هذه المباراة. خطأ كان كبير جدا من وسط الميدان اللي ما قدرش يسيطر على المباراة واللي ما تقدرش تعرف شكله لا هجومي ولا دفاعي، واللي كان تايه حرفيا وما شفناش اي كرات خطره على مرمى الجندل انهى فيها الاهلي بهدف. اللهم الا شفنا دفاع الاهلي بيضرب بطريقه غريبه جدا وبيضرب باقصر الطرق وما فيش حتى مصيده التسلل اللي بيصنعها اي فريق مهما كان صغير. فما بالك لما انت بتلعب امام فريق بيلعب امامك بالهجمه المرتده ومش قادر حتى توقعه في مصيده التسلل. ماتياس ياسيلي مدرب الاهلي لازم يراجع نفسه وبطريقه نهائيه، لانه ما راح يكمل مع قلعه الكؤوس النادي الاهلي الراقي بهذه الطريقة. تعالوا نتكلم عن النصر في حالة غياب كريستيانو رونالدو بقيادة المبدع والمهاري جدا تاليسكا والمقاتل ساديو ماني، ومعاهم لابورت ومعاهم مجموعة من اللاعبين اللي قادرين يقدموا أداء ومستوى كبير جدا. لنفاجأ بأن النصر قادر يحقق هدف وقادر يتقدم في المباراة. من بعدها يعود مرة أخرى حزم الصمود، الحزم اللي قادر يهددك في أي وقت من عمر المباراة، الحزم اللي كان قريب من مرمى النصر، الحزم اللي منع النصر من أنه يتوغل بعد وسط الميدان في كرات خطرة. أي نعم النصر كانت له بعض الكرات في العارضة وكانت له بعض الكرات الخطيرة، ولكن كلها من قبيل الفرص غير المحققة. عشان كده يا صديقي كنت محتاج من مدرب النصر، انت مدرب جديد والمفروض يكون لك ردة فعل قوية جدا، والمفروض انت تظهر ظهور قوي وطاغي تحت اي فرض من الفروض. حتى لو كنت بتلاعب فريق اخبروك انه من دوري الدرجة الثانية، ولكن انت حضرت الى دوري قوي في امكانيات مالية قادرة انها تطوع الفرق الموجودة في دوري يلو او حتى الفرق اللي اقل من المتوسطة في دوري المحترفين انها تحرجك وتصنع امامك مباراة قوية جدا. وهو ده اللي حصل في المباراة اللي جمعت ما بين النصر والحزم، حزم الصمود والمعروف من يوم لعبوا في دوري المحترفين انه من اصعب الفرق اللي ممكن تتخطاها وما راح تتخطاها بسهولة. هذه يا صديقي احد بعض المسلمات في الدوري، في بعض الفرق كده صعبة جدا زي الفتح مثلا من الصعب انك تتخطاه بسهولة. الفيحاء لن يتركك الا اذا اثخنك بالجروح. عشان كده النصر لم يدرس الحزم بطريقة واضحة جدا، ما قدرش يستفاد من التجارب اللي كانت قبله وتم إحراجه إلى ما بعد الدقيقة 90. وبسبب خطأ أحد مدافعين الحزم قدر نواف بوشل من خلالها ينقذ النصر من أنه يدخل في 120 دقيقة. المباراة دي على فكرة يا أخوان ما ينفعش أنك تتكلم فيها بطريقة فنية لعدم تكافؤ الفرص ولعدم تكافؤ كفتي الميزان ما بين الأسماء والعناصر والفنيات والمهارات الموجودة عند النصر، وما بين مع احترامي لكل الحزموية والأداء المستميت اللي قدموه في ارض الملعب والمرجله الكبيره اللي صنعوها في ارض الملعب، ولكن لاعب واحد في
النصر بقدر القيمة السوقية للسكواد كامل الموجود في الحزم، ونفس الحكاية عند الأهلي لاعب واحد فقط في الأهلي موجود، إيفان توني أو رياض محرز أو فيرمينيو أو فيجا أو أيا كان اسم اللاعب واحد بس من المحترفين بالقيمة السوقية كاملة لنادي الجندل يا صديقي. فما بالك إن اللاعبين دول قاعدين يواجهوا سكواد كامل مليء بالنجوم. فده معناه يا صديقي إن هؤلاء اللاعبين لعبوا بمرجلة واعتمدوا على اللياقة البدنية، وهذا درس واضح جدا وقاسي للاتحاد والأهلي والنصر ومعاهم حتى الهلال، مع ان الهلال قاعد يقدم مستوى ثابت وقوي جدا. ولكن في الاخير يا صديقي هذه المباريات تحكمها المرجله والجرينتا واللعب من اجل الشعار. ده كل اللي اقدر اقوله بعد بدايه كانت قويه ومخيفه ومدويه ومقلقه ومحرجه جدا وكارثيه على الاهلي في كاس الملك. اغلى الكؤوس، وصلنا للنهايه وسلام.